ايس كريم بمكونين بس، مش هياخد وقت خالص وكله في الكبه كده وفي السريع، هيعجبكم جدا. عملته بالمانجا، تقدروا تعملوه باي فاكهه. هما بيسموه ايس كريم فروزن يوجرت. هنعمله يلا. اول حاجه معانا مانجتين كده، ويعملوا سيف للوصفه علشان الوصفه دي لذيذه جدا وسهله جدا ومنجزه قوي، وبعتوها للناس الكسلانه اللي بتبقى عايزه تعمل حاجات حلوه وسريعه. هنقشر المانجا كده وهي متجمده نص نص، ممكن تجمدوها على الاخر او ممكن تقطعوها مكعبات وتشيلوها في الفريزر تتجمد. انا عشان الولاد هما بيحبوها تبقى طريه، يبقاش ماسك قوي، فعملته نص نص، لكن انتوا جمدوها في الفريزر بعد ما تقطعوا مكعبات. حطيت كوبايه زبادي بس من غير ميتها، ممكن تحطوا كمان زبادي يوناني بتبقى حلوه قوي. وحطيت عسل، حطوا عسل زي ما تحبوا، ممكن ما تحطوش خالص بقى زي ما انتوا عايزين. نضربها كويس قوي في الكبه كده، وبعد كده نحطها نقدمها على طول. اسرع ايس كريم. لو عايزينه اجمد زي ما قلت لكم، جمدوا الفاكهه. تقدروا تعملوه بالتوت، بالخوخ، باي حاجه، بطيخ. تقدروا تستخدموا اي فاكهه انتوا بتحبوها، فراوله مجمده، اي نوع فاكهه بس تكون متجمده. ولو بتحبوها خفيفه شويه جمدوها نص نص، وهتعجبكم جدا. وقدموها كده بألف هنا. ولو عجبتكم الوصفه ابعتوها لكل حبايبكم، وما تنسوش تعملي لي فولو انا وشو حلو. استنوا وصفات سهله وسريعه هتعجبكم جدا ان شاء الله. بون ابيتي.